السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها بقرار المكتب المديري في اجتماعاته الأخيرة بمشاركة المنتخب الأقل من 23 سنة في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر ما بين 13 يناير والرابع فبراير 2023، حيث تمت الإشارة إلى مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة بطولات الإفريقية، خاصة فيما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة، حيث طالبت بسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسطنطينية التي تستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وفي حال رفض ذلك فقد قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة. وفي السياق ذاته اتفق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه في حال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين فإن منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لن تتوقف. كان هذا كل ما يخص حلقة اليوم. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. سلام الله عليكم. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take